المقربون وحور اللؤلؤ المكنون جزاء يا صباح السعادة والهنا أو يا مساء السعادة والهنا على حسب انتوا بتشوفوا الفيديو ده امتى. وحشتوني جدا 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 بجد. النهاردة بقى عندنا زي ما بدأنا كده اليوم بدأنا بالمواعين، لان كان في مواعين من امبارح كتير، يعني هو مش كتير قوي، يعني كان في كام حاجة كده في الحوض. بصراحة كسلت جدا ان انا اغسلهم لان انا كنت راجعة متأخر، فكسلت بصراحة ان انا اغسل المواعين، فسبت كل حاجة كده زي ما هي. وكنت جايبة خضار وخضرة محشي وحاجات كتير قوي، فبرضه سبتها زي ما هي بصراحة. والله روحت قلت بصيت المطبخ كده وقلت لا انا مش هعمل اي حاجة، انا يا دوب حضرت العشاء وقلت خلاص بقى بكرة اعمل بقى كل الحاجات اللي انا عايزاها دي واتشقلب في المطبخ براحتي. فعشان كده بقى صحيت بدري النهاردة وقلت بس هنبدأ بقى روتين تنظيف عميق ونعمل غدا ونعمل كل حاجة مع بعضينا، لان انا لو كنت عملت الحاجات دي امبارح ما كنتش هقدر اقف اصور اصلا. فقلت لا والله لا، انا سايباها كلها زي ما هي كده، وبكره ان شاء الله بقى ايه نبدا من الصبح كده بدري نظبط كل حاجه مع بعض. فاول حاجه غسلت المواعين، وبعد كده بقى ايه جبت الخضره اللي انا جايباها من امبارح، سبتها زي ما هي من امبارح بالكيس، وقلت بقى الصبح ايه هبدا انضفها. فبدأت انضفها كده، بقطع العيدان بتاعتها من تحت وانضفها لو في حاجات بايظة او في حاجة صفرة كده، يعني من الشبت او البقدونس او الكزبرة. الحاجات اللي بتبقى ورقها اصفر دي برميها، وباخد الورق الاخضر بس كده وشوية من العيدان. بحب قوي ان انا اخد حتة كده من العيدان وانا بخرطها على سلطة او على اي حاجة، بتبقى حلوة قوي بصراحة. فامبارح بقى الجو قلب فجأة كده، مش عايزة اقول لكم يعني، فجأة كده على الساعة 3:30 تقريبا او الساعة 2 بالليل كده، لقيت بقى هوا وتراب والنور قطع، ولقيت فجأة برق بقى، وبصوا يعني حاجات غريبة امبارح. ف بصراحة كنت نايمة، صحيت من النوم على المهازل دي بقى، لقيت حاجات يعني اللي هو الجو كان حلو الصبح، وانا كنت نزلت الشارع والجو الصبح ما كانش مهيأ خالص لشتا. بس روحت بالليل ولقيت بقى الجو فجأة كده قلب، وصوت الهوا كان مرعب يا جماعة جدا بجد. وكمان بقى لقيت دخلت بقى بالليل المطبخ لما النور قطع، دخلت عشان افصل الاجهزة وكده، لقيت بقى كارثة كبرى ان الشباك بتاع المطبخ بهدل لي الرخامة مية. مية بقى بتراب، بسبب ان الشباك من بره طبعا عليه تراب، لان هو مش بيتفتح، مش بعرف انضفه من بره، فكان عليه تراب وبهدل لي الدنيا وبهدل لي الرخامة والفوط وبصوا كنت بقى ايه اللي هو مش طايقة نفسي، اللي هو انا ما صدقت نضفت المطبخ لقيت فجأة ده حصل. فالحمد لله هنا بقى بدأت اعمل الخضرة، بحطها كده في ورق لو عايزة استخدمها خلال الاسبوع، لو مش عايزة افرزها بنضفها كويس قوي وبحطها من غير ما اغسلها خالص، لاني لو غسلتها بتدبل وبتبوظ. بنضفها كويس قوي من اي ورق بايظ او اي ورق اصفر، وبقص العيدان وبظبطها، وبعد كده بلفها في ورق وبحطها في كيس واقفله كويس واحطها في التلاجة. بطلع منها على الاستخدام اغسلها كويس واخرطها واحط بقى على سلطة او على اي حاجة انا عايزاها، بتبقى بصراحة حاجة كويسة ولذيذة قوي. وكمان كنت جايبة جبنة قريش برضو حفظتها في التلاجة، بحط عليها شوية ملح كده، وبعد الملح بحط عليها كمان شوية مية عشان لو عايزين تحفظوها يعني فترة اطول. بحط ملح ومية وبسيبها بقى، بغطيها وبسيبها في علبة في التلاجة، مش بيحصل لها اي حاجة خالص. نرجع بقى لموضوعنا. لقيت بقى الرخامة متبهدلة والتراب، ودخلت الحمام كمان لقيت الشباك بتاع الحمام منزل مية، ومية بتراب على الحوض وعلى السور اللي فوق الحوض اللي انا حاطه عليه الماسكات والسكرابات وكل ده. فاللي هو انا يعني ما زعلتش على الحمام قوي لان انا لسه ما عملتوش، بس اللي هو بقى ايه، كنت واقفة كده في لحظة من الصمت على الكارثة اللي انا شايفاها دي بعد ما نضفت المطبخ. والبلكونه الحمد لله ان انا ما عملتهاش، انا كنت عايزه اعملها امبارح، بس قلت الحمد لله ان انا ما عملتهاش بجد، لانها امبارح اتبهدلت برضو، انا لحد دلوقتي ما فتحتهاش بسبب ان التراب وطينه من الزرع، طبعا بسبب ان الهوا كان جامد جدا، انتوا مش متخيلين الهوا كان عامل ازاي.
دخل بقى الطينة بقى بتاعة الزرع طارت من مكانها، جت على المشاية بتاعة البلكونة، وتراب وبهدلة ومية عالسور ومية في الأرض. فأنا ما فتحتهاش بصراحة. قلت هفتحها بقى ايه بكرة عشان انضفها، عشان ما يخشليش التراب ده على جوه بعد ما انا سيقت وكنست، يعني هتجيلي جلطة لو ده حصل. خلصت بقى هنا الخضار اللي انا كنت جايباه، الطماطم والليمون والفلفل، غسلتهم كويس وبسيبهم بقى يتصفوا كده في مصفى. وبعد ما بيتصفوا خالص وبينشفوا بحط كل حاجة في كيس، يعني بحط الفلفل في كيس واربطه، الليمون في كيس واربطه، والطماطم في كيس واربطه، وهكذا. بتحافظ عليه بصراحة وبيقعد معايا اسبوع كامل في التلاجة ما بيحصلوش حاجة. فدي احسن طريقة بعمل بيها. امبارح برضو كنت جايبة حاجات كده من العطار. جبت طبعا فول وترمس عشان العيد، وجبت كمان حلبة. بيقولوا ان الحلبة لما بتتنبت بيبقى طعمها حلو قوي. بصراحة انا كنت بنبتها في ايام ابتدائي كده لما كنا بنعمل المشاريع دي اللي هي بتاعت الزراعة، بس عمري ما اكلتها، يعني عمري خالص ما جربت اكلها. بس سمعت ان هي حلوة قوي للمعدة وكده، فقلت والله ما نجرب ايه مش هنخسر حاجة. فجبت بقى الترمس بفضيه في بولة كده. بجيب من الترمس السريع بصراحة منجز ومريح قوي، يعني بسيبه ليلة كاملة منقوع، تاني يوم بالليل بولع عليه واسيبه يستوي خالص. بعد ما يستوي احط الملح وخلاص. بيريح لي دماغي بصراحة احلى من الترمس التاني بكتير. والفول كمان برضو حطيته في بولة وبنقيه لو في اي حاجة كده، فولية مثلا فيها نقطة سودا مش عارفة مكسورة اي حاجة من دي، بنقيه. هو غالبا ما بيبقاش فيه حاجات كتير، بنقيه هو والترمس وبحط عليهم مية وبسيبهم بقى ايه يتنقعوا ليلة كاملة. يعني بسيبهم بقى، انا عملتهم الصبح مش هولع عليهم غير تاني يوم الصبح. دخلت بقى دلوقتي على الدريسنج زي ما انتوا شايفين كده، هو مأزمني لان حاسه ان انا كنت فجأة الجو يسقع فانا انزل من الشتوي، الجو يحرر انا هطلع من الصيفي، فالصيفي بقى على الشتوي والشتوي بقى على الصيفي، وحاجة يعني مأساة. فقلت لا لازم بقى اعمل الرفوف دي من اول وجديد. انا حرفيا عملت كل رف انتوا شايفينه في الدولاب، يعني هو الموضوع مش بسيط، مش دقيقتين ولا حاجة، لا ده انا عملت كل حاجة. وزي ما انتوا شايفين ظبطت بقى كل حاجة، حطيت الشتوي الناحية دي وركنت البطاطين الناحية التانية وهكذا. جيت بقى عشان اعمل الفطار لان خلاص كانت الساعة 4:30. انا حرفيا صاحية من الساعة 10 مخلصة 4:30، يعني مخلصة الدريسنج والحاجات دي 4:30 ولسه مخلصتش، يعني لسه في حاجات هنعملها مع بعض. فقلت بقى ايه احضر فطار كده بسيط، فقطعت طماطم وخيار. وبحب قوي اكل الفلفل جنب الجبنة القريش، بيبقى طعمه خطير، بيبقى احلى كمان من الطماطم ومن الخيار بجد. فقطعت كده طماطم وخيار وفلفل، وحطيت بقى جبنة قريش كده وبحط عليها شوية من زيت الزيتون، ولو عندي حبة البركة بحط عليها، ما عنديش بحط كمون وشوية ملح لو هي محتاجة ملح. فهي كانت محتاجة ملح فعلا فحطيت شوية ملح كده. وعملت جنبهم بقى ايه طبعا كوباية شاي بلبن. انا حتى لو العصر اذن لازم اشرب شاي بلبن، يعني انا مادام ما شربت شاي بلبن الصبح لا هشرب بقى شاي بلبن. اللي هو ايه خلاص بقى انا ده ميعاد فطاري فهشرب شاي بلبن. وكده كده كان لسه بدري قوي على الغدا، فقلت خلاص انا افطر بقى دلوقتي عشان ايه اقدر ان انا اكمل الحاجات اللي انا عايزه اكملها دي واقدر اخلصها. وعملت لي بقى الفطار كده فطار بسيط لذيذ، والفطار ده ينفع قوي لو انتوا بتعملوا دايت او عايزين تخسوا، ينفعكم جدا وبيشبع بصراحه. فاخدت بقى الفطار بتاعي كده وقعدت افطر شويه في روقان لان الدريسنج كان خلاص اكل دماغي. بعد كده بقى بعد ما خلصت فطار دخلت على الحاجة بقى الأكبر منها وهي التسريحة. طبعا كان كل حاجة سايحة على بعضها، ويعني برضو مش فاهمة التراب بيخشلي منين بجد. يعني أنا ممكن التسريحة دي أعملها في الأسبوع 3 4 5 مرات بسبب ان التراب بيجي على الازاز وعلى المراية ومش عارفة ايه. فدخلت برضو ايه نضفتها كده تنظيفة عميقة من القلب بقى. بمناسبة العيد نضفت الادراج كلها، يعني كل حاجة كنت بطلعها من الادراج امسحها وانضف الدرج وارصها من اول وجديد، واللي هو ايه عشان احس ان انا مرتاحة. وطبعا زي ما قلت لكم امبارح كان الجو مقلوب، فبصوا الشباك اتبهدل حرفيا، اتبهدل تراب وميه وكل حاجه. فنضفته ورجعته كالجديد الحمد لله رجع نظيف تاني.
بعد كده بقى دخلت على الدريسنج تاني، برضو لسه ما خلصناش، كنسته كنسة حلوة عشان ما يكونش فيه تراب او كده دخل من الشباك. ودخلت بقى على مرحلة الغدا. النهاردة هعمل بانيه كده، طلعت كام شريحة بانيه هعملهم، وهعمل كمان رز بالبسلة والجزر، وبحب احط معاه قوي لحمة مفرومة، بيبقى طعمه تحفة بجد. احلى طريقة بعملها للرز البسمتي بجد، ممكن اكله كده اصلا من غير ما يكون جنبه حاجة يعني. بالنسبة لي هي وجبة، دي وجبة كاملة كده. بس انا كان عندي شوية بانيه فقلت ايه اطلعهم جنبه مش هيقولوا لأ قلت اطلعهم جنبه كده وخلاص. بس هو لو عايزين تعملوه كده اصلا بيبقى طعمه خطير بجد. فبحط له التوابل اللي بحطها ملح وكمون، وبحط كمان كركم وكاري، مش بحط حاجة تانية، وبقلبهم كده وخلاص. هنا بقى كنت بعمل سلطة دقوس بحطها برضو جنبه كده بتبقى حلوة قوي. وخلصت كمان العصير، عملت عصير كده كركديه بالنعناع والليمون، كنت شايفاها طريقة كده على النت عجبتني قوي بصراحة، فقلت اجربها والحقيقة طلعت خطيرة فعلا. يعني لو بتحبوا الكركديه جربوها هتعجبكم قوي. وقطعت كمان البطيخ، ده بطيخ منجاوي كده ماما جابتها لي، هي دقتها فقالت لي حلوه فخلت بابا يجيبها لي، فبجد طلع طعمها حلو فعلا. وبصوا بقى هنا كان الرز خلاص استوى، شايفين بقى الجمال، الرز حقيقي مفلفل وطعمه خطير. انا بجد كنت واقفه اللي هو عايزه اكل الحله دلوقتي، مش قادره استنى الغدا. خلصت بقى وكان لازم بقى ايه اعمل لي حاجه كده اللي هو ارفه بيها عن نفسي بعد البهدله اللي انا شفتها دي النهارده. فقلت اعمل لي كوبايه شاي بنعناع كده، واخدها واقعد اشربها بقى في روقان، واتفرج على مسلسل او اعمل اي حاجه، لان كانت الساعه 7:30 8 الا. فاللي هو خلاص بقى انا فصلت لان انا صاحيه بدري، وكل الحاجات دي عملتها كنت من غير فطار، والدريسنج ما خدش معايا اللي هو مثلا دقيقتين 3 زي ما موجود كده في الفيديو، ده واخد نص اليوم، يعني نص اليوم. وبعدين بقى كنت بنزل كل حاجه، وكنت قاصده ان انا انزلها متبهدله عشان اضطر اطبقها من جديد. فكنت اللي هو مترجته في دماغي ان انا هنكشه قوي عشان انا اطبقه من اول وجديد، ما بقاش اللي هو ايه ده طب ما في حاجات متطبقه ما احطها. لا بصراحه قلت انا هنزله كله، وبقيت اكعبله كده عشان اطبقه وارصه بقى ايه رصه تريحني كده، وتبقى خلاص اللي هو دي الرصه الاساسيه بتاعته. خلصت بقى كوبايه الشاي، وبعد كده عملت ايه ولعت بخور عشان احس بالانجاز. ولعت بخور كده بقى وعطرت البيت كله، لاني كنت خلاص خلصت بقى كل حاجه، وكنست الارض وكنست الصاله وكنست كل حاجه، ما هي بالمره بقى مش بس كنست الدريسنج يعني كنست البيت كله. فقلت بقى ايه اشغل بخور كده واقعد بقى ايه ريلاكس كده خلاص بقى لحد ما يجي ميعاد الغدا اقعد ريلاكس كده شويه، وخلاص بقى هشغل مسلسل اتفرج على اي حاجه. يا رب بقى ايه اليوم يكون عجبكم، وتكونوا قضيتوا معايا يوم حلو، ما كنتش غلست عليكم. وما تنسوش بقى كومنتاتكم الحلوة طبعا، واشوفكم في فيديو جديد تاني ان شاء الله. باي باي.